مواجهة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة ليست مباراة عادية، بل مباراة تحكمها السيناريوهات. أتلتيكو يدخل اللقاء متقدما بهدفين دون رد، نتيجة حتى دييغو سيميوني لم يكن ليتخيلها بهذا الشكل. اليوم هو أمام فرصة ذهبية. إقصاء برشلونة قد يعني طريقا مفتوحا نحو النهائي، لكن السؤال كيف سيتعامل مع المباراة؟ هل سيدافع ويغلق المساحات أم سيغامر؟ برشلونة من جهته لا يحتاج إلى معجزة كما قال هانز فليك، بل يحتاج إلى مباراة ذكية ومتوازنة، والمفتاح واضح: هدف مبكر. لماذا؟ لأن تأخر الهدف يمنح الأفضلية للأتلتيكو الذي يجيد استغلال الفرص القليلة بأقصى فعالية. المباراة باختصار هدوء في مواجهة جنون، صبر في مواجهة دفاع. على الورق أتلتيكو هو الأقرب، لكن إن كان هناك فريق قادر على قلب الموازين في ملعب صعب فهو برشلونة.